تسلل شاب معتاد على السرقة إلى منزل صغير من النافذة، وبينما يفتش في الأدراج سمع صوت طفل من الغرفة المجاورة يقول: أمي لا تقلقي، سأدعو الله أن يرسل لنا الدواء الليلة. توقف اللص ثم اقترب بخفة، ورأى من خلال الباب نصف المفتوح امرأة مريضة مستلقية وطفلا يضع بجانبها كأس ماء فارغ. ارتجف قلبه. أخرج المال الذي سرقه في الليالي الماضية ووضعه على الطاولة، ثم خرج بصمت. لكن هذه المرة لم يعد إلى بيته، بل بقي بعيدا يراقب من زاوية الشارع. بعد دقائق نهض الطفل، وجد المال فصرخ بفرح: أمي، الله استجاب دعائي. انهارت المرأة باكية ورفعت يديها إلى السماء: اللهم اغفر له واهد قلبه واجعل ماله حلالا. تلك الدعوات اخترقت قلب اللص كسهم. لم يستطع أن يتحرك من مكانه، شعر وكأن الليل يضغط على صدره. في الصباح ذهب بنفسه إلى الإمام وأخبره بكل ما فعل، وطلب مساعدته ليعيد ما سرقه للناس. وبعد سنوات صار الرجل تاجرا أمينا يطعم المحتاجين في الحي الذي كان يسرقه. وكان يقول لكل من يسأله: كنت لصا، لكن دعاء أمي مريضة أعادني إنسانا.